سامعين القرمشة؟ تعالوا النهاردة نعمل أحلى وألذ تتبيلة للبانيه وبطبقة متماسكة ومقرمش كده وجميل. وفي نفس الوقت أقولكوا ازاي تشيلوه في الفريزر وتطلعوه على التسوية على طول. بيطلع زي ما انتوا شايفين كده مستوي كويس جدا، وصوت القرمشة ده في حتة تانية خالص. يلا بينا نشوف الطريقة على طول ونسمي الله ونبدأ. بأول حاجة المقادير اللي هقولها دي ل2 كيلو بانيه. لو هتعملوا كيلو واحد وهتقسموا المقادير على 2. طماطمتين، بصلتين هفرمهم كويس جدا ناعم بالشكل ده، وهبدأ أصفيهم واخد المية بتاعتهم بس. وبعد كده هضيف لمية البصل والطماطم البهارات دي كلها: ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، بهارات فراخ كلها معالق صغيرة، ما عدا الملح بس معلقة كبيرة. وهنزل عليهم بكوباية لبن أو كوباية زبادي المتوفر عندكم، ومعاهم عصير ليمونة ومعلقة كبيرة مستردة. كده التتبيلة جاهزة معايا، أقلبها كويس جدا وانزل فيها بشرايح البانيه. وطبعا بنكون غاسلين البانيه كويس جدا قبل ما بنتبله وبنصفيه. بغسله بدقيق وملح وليمون وكمان طحينة بتضيع اي زفارة. بغسله كويس جدا وبصفيه من اي مية فيه. وبعد كده باخد شرايح البانيه وانزل بيها في التتبيلة واقلبهم كويس في قلب بعض بالشكل ده. وافضل نتيجة تاخدوها للبانيه المتبل ان انتوا تبيتوا التتبيلة دي في التلاجة ليلة كاملة، او اقل وقت ساعتين 3، مش اقل من كده. وبعد كده غلفته بستريتش وسبته ليلة كاملة، يعني من بالليل للصبح. كده البانيه بيبقى شارب من التتبيلة كويس جدا وبيبقى طعمه قوي قوي، يعني التتبيلة بتبقى باينة فيه. هطلع بقى البانيه في صينية كده او طبق خارجي، لاني هستخدم بقية التتبيلة في الكفر. هقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه، بس بتدي نتيجة هايلة، بتدي طبقة متماسكة جدا على البانيه، ما يفرولش مننا ولا نلاقيه بقى بيتنفخ في الزيت ولا الكلام ده كله. هاخد باقي التتبيلة وهنزل عليها بكوباية لبن وبيضتين وفلفل اسود ربع معلقة، وعليهم 3 أو 4 معالق دقيق، وهقلب كل الخليط ده كده على بعضه. لو احتجت لبن تاني هزود او مية هزود شوية، المهم ان الخليط يكون ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. بالشكل ده كده هنزل بقى البانيه كله فيه بالشكل ده. وكده احنا وفرنا خطوة طبق البيض لوحده وطبق الدقيق لوحده، فالحركة دي بتبقى موفرة معانا شوية، وكمان بتدينا نتيجة حلوة قوي في الاخر. ممكن بقى تعملوا كمية منه وتشيلوه في الفريزر وتطلعوا بقى لو رايحين مصيف. لو ما عندكوش وقت كل يوم نتبل ونطبخ والكلام ده كله، نطلع منه بنحمر بيبقى جميل جدا. هركنه بقى على جنب وهجهز الكفر الخارجي: كوبايتين فيجيتار او بقسماط اللي عندكم استخدموه، معلقتين كبار نشا، وعليهم بقى البقسماط الكريسبي دوت او كورن فليكس مطحون، او تقدروا تستغنوا عن كل ده وتخلوه بقسماط ناعم ونشا بس. هبهره بقى بربع معلقة فلفل اسود، رشة ملح، شوية صغيرين بهارات فراخ. وطبعا مش هنزود قوي في البهارات لان كده كده الفيجيتار بيبقى متبل. وزي ما قلت لكم تقدروا تستغنوا عن كل الحاجات اللي انا حطيتها دي وتستخدموا معلقتين النشا وكوبايتين بقسماط او 3 كوبايات بقسماط وبس. على كده الحاجات اللي انا حطيتها دي انا حطيت تاني، لكن انا بحب ان انا طول ما انا شغاله ازود عشان ما استهلكش كتير. يعني انا احتجت فيجيتار تاني زودت، واحتجت كمان بقسماط خشن تاني زودت. خدت حوالي كوبايه من كل حاجه. ناخد بقى قطعه البانيه ونبدأ نضغط عليها في قلب الكفر ده بالشكل ده. شايفين الطبقة لزقت فيها ازاي، الحاجات اللي احنا حطيناها لازقة فيها ازاي. هخلص بقية الكمية وهقول لكم ازاي نحفظه في الفريزر. كده هو بيبقى جاهز معانا على التحمير، بنطلعه ونحمر على طول. وانا بعمله كنت بحط القطع واحط كيس واحط قطع تاني عشان ما يلزقوش في بعض. ودي الطريقة اللي انا احفظ بيها البانيه في الفريزر، لكن في اطباق صغيرة على قد استخدامنا. يعني هجيب طبق كده فل او علبة، وهبدأ ان انا احط فيها كيس الاول، وبعدين احط قطعة بانيه وكيس تاني وقطعة بانيه، وبعدين اغلفه كله بستريتش. بالشكل ده كده عملت 5 اطباق من 2 كيلو بانيه. شايفين بقى شكله عامل ازاي على الفريزر على طول. تاني يوم بقى طلعت طبق واحد من الاطباق دي عشان اقول لكم ازاي بحمره وهو طالع من الفريزر. زيت سخن وهنزل فيه بمعلقة زبدة، ودي بتفرق جدا في طعم البانيه، بتخليه حلو، بتخليه طري من جوه وكريسبي من بره.
وادي طبق البانيه مطلعه بالظبط بقاله 10 دقايق بره الفريزر، لان احنا في الصيف. لو في الشتاء هتطلعوه بس قبلها بنص ساعة عشان نضمن تسوية الفراخ من جوه. هنزل بقى بشرايح البانيه بالشكل ده، شايفين مش لازقة في بعضها ازاي؟ الكيس العازل ده حلو جدا، مش بيخلي البانيه كله يلزق ويبقى كتلة واحدة. اهو مجمد على زيت سخن على طول، وما نكترش قوي في الطاسة، ونقلبه من وقت للتاني لحد ما يدينا اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وعشان يفضل محتفظ بالقرمشة بتاعته هنطلعه على مصفى، ولا مناديل ولا ورق زبدة، طلعوه على مصفى هيفضل معاكم مقرمش لمدة طويلة. طبعا دي الأكلة الرسمية لأول 7 سنين جواز، وأكلة المصايف، مكرونة وبانيه. مفيش أحلى ولا أبسط من كده، خصوصا بقى لو مجهزاه وحاطاه في الفريزر هيسهل علينا كتير جدا. هنطلعه ونحمره وشوية مكرونة وبس، على كده غدا نص ساعة يكون جاهز. شايفين بقى شكله عامل ازاي، وطعمه بقى شارب من التتبيله وكريسبي كده يجنن. بس طبعا الكريسبي مش اساسي معانا، يعني انا بقول لكم ممكن تستغنوا عن كل ده ويكون بقسماط ونشا وبس. وهنا خلاص خلصت التحمير كله. شايفين بقى من جوه قلبها عامل ازاي، مستويه كويس جدا، متقرمشه حلوه قوي. وبس على كده، جربوا الطريقه دي ولو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير ومتابعه للصفحه.